هكمل معاكم النهاردة الجزء التاني من أفكار للسحور الصحي. ممكن ناخد بيضة مسلوقة مع قطعة جبنة فيتا وجرجير مع خبز أسمر مع بطيخ، أو ساندوتش من الجبنة الحلوم مع الخبز البر مع خس وطماطم ونعناع وزيتون مع كوب زبادي وموزة، وممكن شوفان مع كوب حليب ومعلقة من البذور الشيا مع أي نوع فاكهة نحبها. ممكن بليلة بالحليب مع جوز الهند والزبيب ومعلقة عسل صغير، وممكن بطاطا حلوة مع سلطة يونانية بقطع الجبنة الفيتا مع موزة أو أي فاكهة. وممكن نتسحر أي نوع سلطة بس نضيف له بروتين حيواني أو نباتي زي قطعة دجاج أو سالمون أو فاصوليا حمراء أو بيضة أو حمص، زي مثلا سلطة السيزر بس نعمل لها صوص خفيف من الزبادي والمسترد. الأفكار كتير، بس حاول يكون سحورك خفيف وبسيط ونكتر فيه من الخضروات والفاكهة اللي بتحبها. وما تنساش تشرب 2 كوب ماء مع السحور، وبلاش ناكل مخللات أو لحوم مصنعة أو حلويات في السحور عشان ما تعطش. لو استفدت من الفيديو بليز لايك وشير للفيديو، ولو عندكم أي أسئلة اكتبوا لي في التعليقات. هذا الفيديو برعاية إليت للترجمة، وكالة ترجمة معتمدة بالمملكة.